وحصل ان في توجيه للاعلام، كان توجيه خاطئ للاعلام ان يتوجهوا في الموضوع ده خاطئ. عندي الملف. طب انا معايا الاستاذ حماده شادي، كان مسؤول العلاقات الخارجيه في الاتحاد المصري لكره القدم وتقدم باستقالته مؤخرا، وبرضه كان عنوانها قصه الفساد وانه لا يستطيع ان يعمل في مثل هذا الجو. مساء الخير يا استاذ حماده. مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الخير الكابتن محمد عبد المنصف. اهلا بيك يا كابتن حماده حبيبي، ازيك؟ حماده اهلا بيك. بالتاكيد سمع حواراتنا وسمع ما يقال، واعتقد لا انا مش سامع، انا شفت بعينيا، يعني الكلام اللي انا سامعه ده حاجات انا شفتها بعينيا، وبس بحب الفت نظرك يا كابتن شوبير. انا عارف انك انت قلت الكلام دوت من كام شهر وتحددت عشان ترجع في كلامك. الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده 100% مظبوط، بل بالعكس بقى ده في حاجات زيادات انت ما قلتهاش. احنا ضربنا الاتوبيس يا كابتن شوبير، وكانت طوب بينزل على الاتوبيس زي المطر، ما كانش ضرب طوبتين ثلاثه زي المطر. واللاعيبه نزلت من الاتوبيس وهي داخله الفندق كان فوقيها سيل طوب، والثلاث لعيبه اللي اتعوروا فعلا. وكل اللي كان طالبه الاستاذ محمد روراوه اللي احنا اتجننا عليه لحد دلوقتي انه كان طالب اعتذار. وللاسف الشديد جه الاعتذار من اتحاد الكوره برئاسه الكابتن سمير، ان هم اللي عوروا نفسهم وانهم حطوا كاتشب على دماغهم، وان الموضوع مش كده. انا بس عايز الفت نظر سعادتك لحاجه بسيطه جدا. اتفضل. محمد روراوه لو اراد الغاء هذه المباراه ليله الضرب وهو عنده 3 لاعيبه مصابين، وولتر فان كان موجود ساعتها، وشداد كان مراقب المباراه، واثبتوا ان ال3 لعيبه دولت اساسيين ومتعورين، لو ما راحش التمرين بالليل الماتش اتلغى ومصر مغلوبه 3-0. اللي ما حدش يعرفه يعني ان هو اصر ان تتلعب المباراه، واصر انه يروح يتمرن بال3 المصابين، يعني عشان سوء النيه اللي كانت الناس بتقول عليه ايه. محمد روراوه اللي احنا بنقول عليه استاذ حماده الضرب يا كابتن شوبير، احنا ضربنا الاتوبيس. انت مسؤوليه كامله عن اللي انت بتقوله، عن كل اللي انا بقوله. فضل. وفي قيادات امنيه طلبت رسمي من اتحاد الكوره، ما حدش شاف حاجه والاتوبيس ما اتضربش. لا الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وانا من اول يوم قلت الكلام ده، وقلت لو النائب العام جابني في اي وقت هقول ان الاتوبيس اتضرب، واتضرب من ناس بعينهم عارفينهم، والناس ديت كانوا من المفترض ان خارجين من اتحاد الكوره عشان يضربوا الاتوبيس، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله، والتحقيق هيثبت صحه كلامنا. وبعدين هو مش التحقيق اثبت في الفيفا ان احنا غلطنا في الفيفا يعني، بس خدنا عقوبه ماليه. انا قلت للكابتن عبد المنصف دلوقتي يا استاذ حماده ان انا شفت دوسيه قد كده عند اللواء عدلي فايد في مكتبه. لا اللواء عدلي فايد هو بنفسه اللي قال ما حدش يقول ان الاتوبيس اتضرب، وان المباحث الجنائيه اثبتت ان الاتوبيس اتكسر من جوه. الاتوبيس ما اتكسرش من جوه يا كابتن شوبير، ده اللي انا شفته، وده اللي انا وكمان معلش ده انا يعني عايز اضيف لك كمان اللي بيتصدقوا بعد المكالمه بتاعه السودان، لان انا كنت مسؤول الامن السودان، يعني انا كنت في اتحاد الكوره مع منتخب مصر، كنت انا المسؤول الامن، فانا اللي احكي لك عن اللي حصل في السودان. ورغم ذلك كل اللي حصل في السودان يا كابتن شوبير نصب واحتيال. مفيش مصري في السودان، واتحدى والبرنامج بتاعك على الهواء، اتحدى مصري يجي يقول ان واحد جزائري مسكه ضربه هو شخصيا لحد ما عوره. اتحدى. كل اللي حصل لنا يا كابتن شوبير كسروا ازاز الاتوبيسات اللي كانت رايحه المطار بعد المباراه بالظبط زي ما احنا عملنا معاهم من الهرم لحد مطار القاهره في الجمهور بتاعهم. ده اللي حصل بالظبط، وانا مسؤول عن كلامي، وانا اللي كنت موجود، وانا اللي شفت بعينيا اللي حصل. اما بقى فيما عدا اللي حصل في السودان والاعتداء على الشعب على المصريين، وبعدين مكالمه من نجل الرئيس الاستاذ علاء مبارك، وانا في غنى عن ان انا اتكلم عن الموضوع دوت، مش عايز اتكلم عن حاجه عدت، لكن مكالمه الاستاذ علاء مبارك اللي كانت في التلفزيون، ويطلع طفل قاعد ورا كاميرا يبكي ويقول انت اشفيت غليلنا، واللي انت قلته دوت كلام اشفى غليل كل المصريين. انهي غليل يا كابتن يا طفل ورا الكاميرا، وبتتكلم على شعب اسمه شعب الجزائر، ويطلع بعدها نجم لامع في الاعلام المصري يقول ان ده بلد المليون لقيط. انا اسف ان اقول الكلمه ديت، الكلمه دي يا كابتن شوبير انا اتمنى ان اللي قال الكلمه ديت يراجع نفسه تاني. لو حد النهارده قال على شهداء الثوره بتوع 25 يناير انهم لقطاء، انا عايز اعرف بس شعور اي واحد مصري ايه هيسمع الكلمه دي. نعم. احنا شتمنا الجزائر وقلنا ان هم بلد المليون لقيط، وده خطا فادح يتحاسب عليه. الجزائر يا كابتن شوبير دمهم سال زينا بالظبط في حرب اكتوبر. الجزائر يا كابتن شوبير اعلنت الثوره من صوت العرب المصري، كانت الاذاعه المصريه ساعتها. الجزائر يا كابتن شوبير لينا مصالح معاها، مع اوراقكم ومع المهندس نجيب سويرس
ومصر للطيران وعندنا مصريين، وانت تعلم تماما في باريس كم مصري متجوز جزائريه وكام جزائريه متجوزه مصري وعايشين في الجزائر وبيعيشوا ما بين الجزائر وبين فرنسا. الناس دي موقفها ايه؟ حد بقى شاف بعد المكالمه اللي حصلت من نجل الريس هل ممكن مصالح مصر تتضرر؟ وهو قال اكتر من مره بمنتهى الذكاء انا بتكلم على ان انا مواطن مصري، ما بتكلمش على ابن الريس. طبعا الكلام دوت كان كلام ما يشفيش غليل كل المصريين. وبعدها بدات القنوات كلها تشتغل، والنجم اللامع اللي قال بلد المليون لقيط. انا اتمنى ان الموضوع دوت كله على بعضه كده يحال للنائب العام. نحن ندين باعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، شعب الجزائر ضحى كتير قوي عشاننا، وزي ما قال الكابتن منصف من شويه، ما يسالوا المصريين اللي راجعين من ليبيا عملوا معاهم ايه؟ انا يا كابتن شوبير اثناء الثوره رحت الجزائر، وبعد ما الثوره انتهت بيوم واحد وصلت الجزائر الفجر، المدرب بتاع الجزائر قعد حاضني اكثر من دقيقه. وكانت الدموع في عينيه وبيقول لي مبروك على الثوره بتاعتكم. ولما دخلنا الاستاد ثاني يوم كان ماتش للسودان، كان في 5 6 اعلام مصريين، رحت ناحيتهم ال 15000 متفرج قالوا تحيا مصر. ادي الناس اللي احنا كنا بنهينهم قبلها بكام شهر. كلام كابتن شوبير احنا اهنا ناس كتير وتهاونا مع نفسنا كتير، وما تزعلش لما حد يشتمك لما انت الكبير وبتعمل كده. ما كانش من المفترض ان اعلاميين مصريين يتكلموا في الموضوع دوت بمنتهى السذاجه عشان ابن الرئيس يتكلم. الكلام ده طبعا غير منطقي على الاطلاق، وما نتهمش الناس باسماء. وبعدين انا عارف من الذكاء هيروح رادد عليك دلوقتي قايل لك ما هم كمان شتمونا، هم شتمونا لكن عمرهم ما قالوا ان احنا لقطاء. ممكن يكونوا جابوا كابتن حسن شحاته على هيئه عروسه، بس دي جورنال موجود هناك. لكن انا اتحدى يكونوا شتمونا في شهدائنا او في كرامتنا. احنا شتمناهم في كرامتهم. شكرا. ولما نقول بلد المليون لقيط بس انا لابد ان نقدم اعتذار رسمي وشعبي لشعب الجزائر، دول اللي عادلنا ودول اللي باقيين. حماده قصه مليون لقيط، وانا ساعتها انا رديت رد قوي جدا وكنت واضح، قلت لا 1,000,000 شهيد و1.5 مليون شهيد، وقلت ما هو دور الجزائر والثوره والتحرير وكل ده معروف. لكن خلينا اقول برضو انه القصه الاولى اللي انت قلتها على الاتوبيس دي قصه على مسؤوليتك انت الشخصيه. انت لا زلت مصمم. الاتوبيس اتضرب يا كابتن شوبير، وجت اوامر بان ما حدش يتكلم في الموضوع ده وما حدش يقول ان الاتوبيس اتضرب، واتوبيس الجمهور اتضرب يا كابتن شوبير. انا بس عايز اقول، لا معلش بس يا حماده، لا انا عايز اقول انه ده كلام انت بتتحمل مسؤوليته زي ما انا اتحمل طبعا بالتاكيد. انا بقول لك على حاجه انا شفتها بعيني. اشكرك. اتوبيس الجزائر اتضرب والاستاذ محمد رمراوي موجود. أشكرك. والراجل اللي الناس كلها بتشتم فيه كان ممكن ساعتها يلغي المباراه. شكرا حماده شادي، اشكرك شكرا جزيلا.